يا ترى عمرنا فكرنا إزاي أي مجتمع من أصغر قبيلة لأكبر دولة بينظم نفسه عشان يقسم موارده البشرية؟ على مر العصور جربت طرق وأنظمة كتير جدا. في الشرح ده هنطلع رحلة مع بعض نفهم فيها إزاي الأنظمة الاقتصادية دي اتشكلت وإزاي لسه بتأثر على عالمنا النهاردة. خلينا نبدأ بسؤال ممكن يبان بسيط بس هو في الحقيقة أساس كل حاجة. ليه مش بنقدر ناخد كل حاجة نفسنا فيها؟ الإجابة ببساطة هي كلمة واحدة: الندرة. مواردنا سواء كانت وقت أو فلوس أو حتى موارد طبيعية كلها محدودة، والحقيقة البسيطة دي هي اللي خلت علم الاقتصاد كله يظهر للوجود. وهنا بالظبط بيجي دور النظام الاقتصادي. ده عبارة عن الطريقة أو الخطة اللي كل مجتمع بيختارها عشان يجاوب على 3 أسئلة أساسية ومصرية: هننتج إيه؟ وهننتجه إزاي؟ والإنتاج ده هيروح لمين؟ كل نظام اقتصادي هو محاولة مختلفة عشان تحل المعادلة الصعبة دي. الأنظمة اللي نعرفها النهاردة دي ما جتش من فراغ، دي نتيجة تطور استمر آلاف السنين. فتعالوا نرجع بالزمن لورا شوية ونشوف الحكاية بدأت إزاي. في الأول خالص كان عندنا النظام البدائي. الحياة كانت عبارة عن صيد وجمع، والهدف الوحيد هو إن الناس تعرف تعيش. بعد كده مع تطور المجتمعات ظهر نظام الرق، وهنا الإنتاج كله كان قايم على العمالة القسرية. وأخيراً في العصور الوسطى ظهر النظام الإقطاعي اللي كانت فيه الأرض هي أساس القوة والثروة، بيملكها اللوردات وبيزرعها الفلاحين في مقابل الحماية. وفجأة حصل تحول كبير جدا غير شكل العالم كله. مع بدايات العصر الحديث ظهر نظام بفكر مختلف تماما، نظام اسمه الرأسمالية، بيركز على حرية الفرد وقوة السوق. طيب إيه هي الرأسمالية دي؟ ببساطة هو نظام اقتصادي بتكون فيه أدوات الإنتاج زي المصانع والشركات ملك لأفراد أو شركات خاصة، والمحرك الأساسي لكل حاجة في النظام ده هو هدف واحد: تحقيق الربح وتجميع الثروة. النظام ده واقف على 4 عمدان أساسية. أول حاجة الكفاءة اللي بتيجي من المنافسة الشديدة اللي بتخلي الشركات تتسابق عشان تقدم أحسن منتج بأقل سعر. تاني حاجة الحرية الاقتصادية، يعني أي حد حر يمتلك اللي عايزه ويبدأ مشروعه. تالت حاجة الحوافز، لأن دافع الربح بيشجع الناس على الابتكار والشغل. وأخيراً آلية السعر، يعني بنسيب العرض والطلب هم اللي يحددوا الأسعار ويوجهوا السوق. بس طبعا مفيش نظام كامل، والرأسمالية بتواجه انتقادات كتير. في اللي بيقول إنها ممكن توجه الموارد للكماليات أكتر من الأساسيات، وإنها ممكن تسبب بطالة عالية في أوقات الكساد، والمنافسة الشديدة دي ممكن في الآخر توصل للاحتكار. يمكن أكبر نقد بيتوجه لها هو إنها ممكن تخلق فروق ضخمة جدا في الثروة والدخل بين الناس. وكرد فعل على تحديات الرأسمالية ظهرت رؤية تانية خالص، رؤية بتقدم حلول مختلفة جذرياً لمشكلة توزيع الموارد، وهي الاشتراكية اللي بتراهن أكتر على فكرة العدالة ودور الدولة. الاشتراكية بتقدم فلسفة مختلفة تماماً. هنا أدوات الإنتاج مش ملكية خاصة، لأ، دي ملكية مجتمعية، والدولة هي اللي بتديرها نيابة عن المجتمع كله. الدولة هنا هي اللاعب المحوري اللي بيخطط وبيوزع الموارد، والهدف الأسمى هو تحقيق الرفاهية للمجتمع ككل. أهداف الاشتراكية واضحة ومحددة. أولاً، الملكية العامة للصناعات والموارد الكبيرة. ثانياً، التخطيط الاقتصادي المركزي، يعني الحكومة هي اللي بتقود دفة الاقتصاد. ثالثاً، الإدارة بتكون هدفها خدمة المجتمع مش تحقيق الربح، والغاية النهائية هي توزيع الدخل القومي بشكل يكون فيه عدالة أكتر بين كل الناس. بس الاشتراكية هي كمان واجهت تحديات كبيرة. من غير مؤشر الأسعار اللي بيقدمه السوق بيبقى صعب جدا على المخططين يعرفوا إيه أكتر حاجة الناس محتاجاها. وكمان غياب حافز الربح القوي ممكن يقلل من الابتكار والمخاطرة. ده غير إن التخطيط المركزي ممكن يكون بطيء ومش مرن كفاية إنه يستجيب لاحتياجات الناس اللي بتتغير بسرعة. والجدول ده بيلخص لنا الفروق الأساسية بمنتهى الوضوح. في الرأسمالية الملكية خاصة والمحرك هو الربح، أما في الاشتراكية الملكية عامة والمحرك هو التخطيط المركزي. في الأولى الأسعار بيحددها السوق، وفي الثانية غالباً الحكومة هي اللي بتحددها. الهدف هنا هو تراكم الثروة، والهدف هناك هو توزيع العادل. طيب، بعد ما شفنا النظامين الكبار دول، يا ترى العالم النهاردة ماشي بإيه فيهم؟ الحقيقة إن أغلب دول العالم اختاروا الطريق في النص. الواقع الحديث هو الاقتصاد المختلط. الاقتصاد المختلط زي ما اسمه بيقول هو كوكتيل بيجمع بين عناصر من الرأسمالية ومن الاشتراكية. يعني بنلاقي فيه قطاع خاص وسوق حر، وفي نفس الوقت بنلاقي تدخل وتنظيم حكومي واضح ومهم في الاقتصاد. ممكن نتخيلها كأنها وصفة طبخة. الخطوة الأولى بنحط أساس من الملكية الخاصة والسوق الحر عشان نشجع الابتكار والكفاءة. الخطوة التانية بنضيف على الخليط ده تدخل حكومي عشان يوفر خدمات عامة زي التعليم والصحة وينظم الصناعات الحيوية.
الخطوة الثالثة بنضيف رشة من شبكات الأمان الاجتماعي زي المعاشات والدعم، وكل ده بيتمول من الضرائب. المعادلة دي فيها ميزة وعيب واضحين. الميزة هي إنها بتوفر خدمات أساسية ممكن السوق الحر لوحده يهملها، لكن العيب هو إن غياب دافع الربح في القطاع العام ممكن يخليه أقل كفاءة شوية، ودي هي الموازنة الصعبة اللي كل اقتصاد مختلط بيحاول يوصلها. رحلتنا السريعة دي بتورينا حقيقة مهمة جداً. مفيش حل سحري واحد يناسب الكل. كل نظام اقتصادي هو في النهاية مجرد أداة، محاولة بشرية لحل مشكلة الندرة الأزلية اللي بنواجهها. ولو حبينا نلخص الفكرة الجوهرية لكل نظام في جملة واحدة، الرأسمالية بتراهن على مصلحة الفرد كوقود للنمو، والاشتراكية بتستخدم السيطرة الجماعية كطريق للعدالة، أما الاقتصاد المختلط فمهمته هي البحث عن نقطة التوازن المثالية بين حرية الفرد ورفاهية المجتمع. وده بيسيبنا في الآخر مع سؤال مهم للمستقبل. مع ثورة التكنولوجيا وتحديات المناخ والتغيرات الكبيرة اللي بتحصل في مجتمعاتنا، يا ترى شكل نظامنا الاقتصادي اللي جاي هيكون إيه؟ الإجابة على السؤال ده لسه بتتكتب دلوقتي.